عارف يا زينب، رحت يا جامل نشروا مني جزمتي. رحت عند قريبك الغني ده؟ رجعت له فلوس بالكوم. انا عارف هيعمل بيها ايه. هو ربنا يبعت له فلوس بالكوم من حيث لا يدري، وانا تتنشي مني الجزمه اليتيمه دنيا. بالحق قبل ما انسى، نعم. ابوي. اشمعنى؟ هو انا داخله معاك قافيه؟ انا بكلمك جد. وانا زعلان عشان الجزمه. مش مهم الجزمه دلوقتي، خلينا في المهم. هو في اهم من الجزمه بتاعتي اللي راحت؟ وبعدين معاك بقى. طيب خلاص ما تزعليش. ابويا مستنيك النهارده. يا نهار اسود، ليه كفل الشر؟ اخص عليك يا شعبان، انا شر عشان تيجي تخطبني ولا رجعت في كلامك؟ ارجع في كلامي؟ ليه كلام برضه؟ هو انا بديك الساعه لما اتجمع انا وانت يا زنوبتي تحت سقف واحد؟ طب ابويا مستنيك النهارده الساعه 7. ايوه طب بس اروح له ازاي وانا من غير جزمه؟ عريس بلا جزمه. يا اخويا مش مهم الجزمه دلوقتي، روح اشتري لك جزمه جديده. اشتري جزمه بس ازاي واحنا النهارده كام منه في الشهر؟ دي الجزمه دلوقتي ب 6 جنيه وربع قال يعني العيال حقانيين قوي. طب خلاص يا اخويا، روح اشتري جزمه نص عمر، ولا انت بتتحجج؟ هتحجج ازاي بس؟ طب هقول لك على حاجه. ممكن اروح له بزنوبه؟ ابقى رايح اخطب زوبه بزنوبه. وبعدين معاك بقى. طب خلاص ما تزعليش، انا هروح استلف جزمه من واحد صاحبي لغايه اخر الشهر. يا سلام عليك يا شعبان. ما تجيبي قبلي وانت حافي. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا بيك يا عمي. يا مرحب. مرحبتين. ما تقول حاجه يا ابني. هقول ايه يا عم؟ لا اله الا الله. انا عندي فكره انك زميل زينب في الشغل. في الاصلاح الزراعي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم. ما تتكلم يا ابني. هقول ايه يا عم؟ انا اصلا حضرت قبل كده مياتم وافراح وطهور، انما اول مره احضر خطوبه وما اعرفش هما بيقولوا ايه. قول اي حاجه يا ابني. اقول اي حاجه؟ هو انت مش انت عارف انا جاي ليه؟ الله يجازي شطانك. الله يجازي شيطانك انت كمان يا عمي، عشان شياطيننا احنا الاتنين يجوزوا بعض. حلوه. على كل حال يا ابني، ما دام انت عاوز تتجوز زينب وهي موافقه، خلاص الدنيا وما فيها. الله يكرمك يا عمي، الله يخليك. ايوه يا ابني، بس لازم نتكلم شويه في الاجراءات. اجراءات ايه يا عم؟ هو انا هتعين في الحكومه؟ وانت حكومه ولا ايه؟ لا يا ابني، انا قصدي الاجراءات، يعني الشبكه والمهر والجهاز والحاجات اللي زي دي يعني. انا من ايدك دي لايدك دي يا عم. قول لي، انت محوش كام؟ ليه؟ ليه ازاي؟ عشان تتجوز. شوف يا عمي، انا ماهيتي 28 جنيه و14 ساعه، تقوم تقولي محوش كام؟ الله يجازيك يا عمي. مهر ايه وشبكه ايه؟ الحاجات دي كانت على ايام كنتوا، الحاجات دي بنتك خلاص دلوقتي هتتمسك بالحاجات دي، وحياه النعمه دي بنتك هتبور ولا حد هيسال عنها. حد لاقي عرسان يابا الايام دي؟ شوف يا ابني، انا لا عايز شبكه ولا عاوز مهر ولا عاوز حاجه ابدا. انا عاوز الشقه اللي هتعيشوا فيها. عندك شقه؟ شقه؟ ما شوف اما اقول لك، اصل انا كنت ساكن انا وابويا وامي في شقه. مم. جه ابويا مات وامي ماتت بعديه. الراجل صاحب البيت طلع نادي، قال ابوك ما كانش بيدفع الايجار، طردني. بس انا دلوقتي قاعد في اوضه، انما ايه، حلوه قوي قوي، ما فيهاش لا ميه ولا نور ولا هوا، بس شرح. وعايز تسكن بنتي في اوضه زي دي؟ لا طبعا يا عمي ما يصحش. امال هتعمل ايه؟ هنقعد عندي، اجوزها واقعد عندكم. عندنا؟ ايوه، انت تقعد في اوضه وانا وزينب نقعد في اوضه. ايه شقتك كم مطرح يا عم؟ يلا انتوا، يلا يا بره. يلا ولا كم اوضه ايه يا ابني؟ ده انا البنتين بولادهم قاعدين على نفسي هنا، ده احنا في مسبحه. ومش دي بنتك برضه؟ هيحصل ايه يعني لما اقعد معاك ولا اتبريت منها على حظ انا؟ ده احنا يا ابني ساعه الصبحيه بنقف على دورة الميه طابور ولا طابور الجمعيه. طب ما تعمل قطوع في الصاله. هقول لك على حاجه، انت مش عندك بلكونه؟ عندي. قفلها واقعد فيها انت ومراتك، وانا والعروسه نقعد في الاوضه بتاعتك. اسمع يا ابني،
اللي عاوز يتجوز بيجي جاهز، عنده شقة. عندك شقة؟ ايه اللي شقه؟ هو انا سمسار ولا عريس يا عمي؟ اسمع يا ابني، تحضر الشقة على عيني وراسي، ما تحضرش الشقة مع السلامة. سكة اللي بره. اتفضل اتفضل. طب يا عمي بقول لك ايه، انا مستنيك يوم ما تقول لي انك جاهز وعجبت الشقة. كده برضو تكسفني يا عمي؟ مع السلامة. طب يا عمي مع السلامة. طب وانا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب وانت كنت بقى بتجري ورايا ليه وتخليني اتعلق بيك لما انت ما انتش عايز تتجوزني؟ انا مش عايز اتجوزك. ايوه ما انتش عايز اهو، ما انتش عايز تجيب شقه اهو. طب انا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب برينا اعمل ايه؟ اضل وادي حكمته. ده قال لي شقه بلدنا دي خلوها 2000 جنيه. يا اخويا بدل ما تفضل سلبي وتقعد تقول لي اعمل ايه يا زينب اعمل ايه يا زينب، تعالى نحط دماغاتنا في دماغات بعض وندبر حالنا. لا دماغي ولا دماغك فيها فلوس، يبقى ايه فايده دماغتنا؟ وبعدين معاك بقى يا شعبان. انا لقيت الحل. احنا لو حوشنا مهيتك على مهيتي نقدر نجيب شقه، بس بعد سن المعاش. حلوه تبقى للورثه. يعني بقى لا انت عايز تجيب شقه ولا عايز تفكر تفكير سليم، وكمان عمال تهزر لي. انت باين عليك من الشباب اياهم اللي يقعدوا يقضوا وقت مع البنات كده وبعدين ما يتجوزوهمش. اني منظر واحد يعمل الحاجات اللي انت بتقول عليها دي. من فضلك ما تكلمنيش، انا اتاكدت بعمايلك دي ان انت ما بتحبنيش. يا زينب انا عايز اقول من فضلك بقى تقطع علاقتك بيا خالص وتنسى انك كنت تعرف واحده اسمها زينب، حتى صباح الخير ما تقولها ليش. زينب يا زينب، عودي يا زينب، عودي، اهلك في انتظارك يا زينب. العب سلامة سعادة البيت، العب سلامة. اهلا يا سعادة البيت. اهلا يا سعادة البيت. ده ايه النور ده كله يا سعادة البيت؟ اهلا بيك. اهلا. هتشتغلوني ولا ايه؟ ورايا في كل حتة، واحنا نقدر نستغنى عن سيادتك؟ طول عمرنا ملناش قيمة من غيرك. وايه اللي انتوا زارعينه في الجنينة ده؟ ده فل وياسمين يا سعادة البيت. هعمل ايه انا بالفل والياسمين؟ عاوزين يمتعوا نظر وشم سيادتك. روح ازرعوا حاجة مفيدة ليها فايدة، رغيم، ملوخية، شوية بامية، مش تقولي نظر وشم. معاك حق فعلا يا سعادة البيه، معاك حق. ولدي العزيز فريد، تحية طيبة وأرجو أن تكون بخير. وبعد أزف لك هذا النبأ الهام، فقد عادت الحراسة جميع أملاكنا وأقوم الآن بالتصفية، وسيتم بيع كل شيء خلال هذا الأسبوع، وما أن أحصل على المال حتى آتي إليك في فرنسا ليجمع الله شملنا مرة أخرى بعد طول انتظار. اطمن، الجميع هنا يعتقدون تماما أنك قد مت فعلا، والحمد لله إن هذا السر ظللنا محتفظين به طوال هذه السنوات. أوصيك بنفسك حتى أراك قريبا جدا جدا بإذن الله. والدك الغطريفي. صباح الخير. ليك 5 تشويلة سماد يا حاج، روح استلم. شايفين يا ست؟ الصباح لله يا جدعان. صباح الخير. ما تعبرونا يا خل، ده احنا ناس جدعان قوي، غيرش بس الزمن هو اللي ضربنا بومبه. مرة واحد طلع على المعاش معرفش ينزل. حلوة بلاش. طب مرة واحد كان غلبان قوي وبعدين بقى غلبان قوي زيادة يعني. بلاش دي، بلاش. لقيتها زينب، لقيت الحل. هجيب الشقة بس في عبد جاه النبي، خد ودي معايا. حل ايه؟ اهو كده عبريني، ده احسن من ساعة انت ما كنت مخصماني وانا ما بنامش الليل. يو حل ايه بقى يا شعبان ولا بتهزر؟ انا ما بهزرش. انت عارف الراجل القريب الغني قوي ده ماله ده؟ اللي انا زرته ده؟ لحسن الحظ انه موجود في البلد الايام دي. طب وده هيعمل لك ايه؟ لا هيعمل لي كل حاجه، مالكيش دعوه انت بس، انا هتصرف معاه. ده بيحبني قوي. ايه
عارفه الدليل انه بيحبني قال لي ايه؟ ايه؟ قال لي ازاي والدك. ايه؟ شوف الراجل وحلاوته لما يقول لي ازاي والدك. تستنيني في البيت النهارده، هاجي لك ومعايا حل. سلام يا حبه القلب. ما تجيبي قبلي. صباح الخير يا ابو الغطريفي بيه. ده شعبان ابن محمود القطريفي. قال انت ست ولا ايه يا بيه؟ لا ما نسيتكش خير. خير ان شاء الله. انا بس كنت يعني عايز حضرتك كده في كلمتين. قول عايز ايه؟ بقول يعني اصل انا زي ما تقول كده يا ابو البيه داخل على مشروع جواز. مبروك. الله يبارك فيك. وكنت بقول يعني كده يعني اصلي انا كنت يعني زي ما تقول. الله ما تقول يا ابني وتخلصنا. حاضر يا بيه. تسمح لي اقعد يا بيه؟ انا زي ما تقول كده عايز شقه. شقة؟ تكونش فاكرني سمسار؟ لا يا بيه العفو لا سمح الله. انا بس بقول يعني ان احنا قرايب وانا من لحمك برضه وانت كبرني واليد العليا خير من اليد السفلى ومن قدم شيء بيده التقاه. ايه يا ابني اسلوب الشحاته ده؟ عايز ايه؟ شحات ايه يا بيه لا سمح الله. انا بس كنت بقول يعني عايز من حضرتك 2000 جنيه سلف. ايه؟ سلف؟ ما تتجعسش يا بيه. ما هم انا عايز 2000 جنيه سلف وهردهم لحضرتك كل شهر 2 جنيه. هكتب لك بيهم كمبيالات برضه ما حدش ضامن الموت من الحي. عارف يا بيه الشقه اللي انا هاخدها ايه 3 مطارح. ربنا هيكتب لك في الجنه 3 مطارح بعفشه ميتهم. ايه الولد المعتوه ده قاعد الجواز؟ يلا يا شعبان فرصه تانية. فرصه ايه يا ابو عبد الجواد يا ابو الغطريفي؟ طلع الولد ده بره، انا مش ناقصك، مش عايز وجع دماغ. اخص عليك يا ابو الغطريفي اخص. طلع الولد ده بره. حاضر حاضر بس اهدى سيادتك تعال. هو انا عملت حاجه تزعل؟ لا ابدا بس تعالى معايا يلا. يا ابو الغطريف طب خليهم 3. افندم. انتوا بعتولي ايه الحاله اللي عندكم؟ حالة؟ سيادتك يا فندم غلطت. ده العيان فوق في الدور الفوقاني. انا مش دكتور، انا السباك. مين يا زينب؟ هو ده البيه السباك ياما. هو حضرتك سباك؟ ايوه. يعني بتصلح حنفيات وبوابير جاز؟ ايوه. اتفضل. كان لازم تبعتولي بدري شويه. لخير هي الحنفيه حامل؟ لا محتاجه قلب. عندكم قلب ولا تاخدوا قلب من عندي؟ قلب؟ لا احنا ما عندناش قلب. طب من فضلك نشف الميه علشان اعرف اشتغل. لا تطمني ما تتخضيش. انا مش قلت لك اطمني يا هانم؟ هو الحساب كام يا حضرتك؟ جنيه كشف وجنيه تغيير القلب يبقى الحساب كله 2 جنيه؟ 3 جنيه علشان في جنيه رسم طلوع سلم. ده كتير يا حضرتك. من فضلك انا ما احبش حد يفصلني في شغلي ابدا. طب وعشان خاطري؟ عشان خاطرك من غير فلوس. لا انت هتجب علينا يا اخويا. خد 3 جنيه بتوعك اهم. اتفضل اتفضل. روح يا بنت امشي امشي. مع السلامه. 3 جنيه تصليح حنفيه يا عالم. انا عارفه انت ما اشتغلتش سباك ليه يا شعبان؟ سباك؟ عيب يا زينب عيب. ده انا راجل محترم. ده انا اهلي صرفوا عليا دم قلبهم. انا معايا ثانويه عامه. رحت مدارس وجيت من مدارس وابتديت من جدول الضرب وقالب ب ت. ده كفايه الاستاتيكا والديناميكا ومركز الثقل وتقولي لي ابقى سباك؟ طب خلاص انت بالك نافش ريشك كده. تكونش قابلت قريبك الغني؟ ايوه طلبت منه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ طب عال اتفضل بقى ابويا زمانه جاي دلوقتي. قول لي وجبت الفلوس الحمد لله؟ انا طلبتهم بس. ايه هيديهم لك امتى؟ مش هديهم لي. امال ايه؟ طردني. طردك؟ امال انت جاي ليه؟ جاي عشان اتحايل على ابوكي كمان مره. تحايل على ابويا؟ انت عارف ابويا ما بيحبش الحال المايل. لو سمع الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده هيمنعنا اشوفك خالص. طب اعمل ايه بس انا يا زينب؟ العين بصيره واليد قصيره. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا عالم؟
فوق. هي دي اول ازمه له، ده ب7 ارواح. خير يا دكتور؟ الباقيه في حياتكم. لكن ده صحته كانت اتحسنت كتير. دي حاجات بتاعت ربنا. الله يرحمه. ايه دنيا، الباقي في حياتكم جميعا يا اخواني، الباقي في حياتكم، ما باقي الا وجه الله، والله ما باقي الا وجه الله. يلا هنعمل ايه؟ انا عايز بيبس. ايه دنيا، امشي عدل يحتار عدوك فيك، امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا بالصورة على دماغتكم في الاخره. ايه كان امير، كان امير، ان شاء الله تبقى تشوي في نار جهنم يا غطريفي. كان هيخس عليك حاجه لو كنت اديتني 2000 جنيه هفك نفسي بيهم في شقه. ان شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مره. امير، كان امير. يلا ربنا يسامحك، هنعمل ايه؟ امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا بالبلغه القديمه في الاخره. انا بقول لكم اهو. يلا. عملت حصر بالممتلكات وحسبت التركه. طبعا حوالي 6 مليون ونص. 6 مليون جنيه يا ما ونص. انت كريم يا رب. هينوب كل واحد مننا كام يا سعد جواد؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. ايه دنيا، المعزه خلصت. سعيكم مشكور. الله يرحمك يا ابو الغطريفي، صحيتني ليه يا ابو عبد الجواد؟ كنت سيبني نايم علشان انسى انه مات. يلا يلا انت بقى. بقول ايه يا ابو عبد الجواد، هو المرحوم كان موصيكم ما توزعوش سجاير حفاظا على الصحه العامه؟ المعزه خلصت. طيب هو انتوا مش هتعشوني؟ يلا بقى. يلا امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا على قفاكوا في الاخره.